المصرية وما بين المغرب أو السفارة المصرية في المغرب على التأشيرات بتاعة نادي الزمالك. معانا سيادة السفير أبو بكر حنفي حفني أبو بكر حفني عفوا أبو بكر حفني سفير مصر في المغرب. معالي السفير، ازي حضرتك؟ اهلا، مساء الخير يا كابتن طارق. ازي حضرتك؟ مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله، ربنا يخليك. يعني احنا يمكن قلنا خبر كده نتأكد من صحته مع حضرتك. الحقيقه انا اول مره اسمع هذا الكلام يعني بصراحه. اللي هو ايه؟ انا ما عنديش فكره ان في مشكله خاصه بالتاشيرات يعني. في تأخر في رد يعني الإخوة في المغرب معالي السفير أعطوا أو أعفوا نادي الزمالك من تكاليف التأشيرة. فالخارجية أو السفارة في المغرب قالت، سفارة القاهرة في المغرب يعني قالت إن لازم يجي لنا كتاب أو ورقة مكتوبة من الإخوة المغاربة علشان نقدر نتحرك من خلال هذا الجواب يعني أو هذا الخطاب. تعليق حضرتك يا فندم؟ يعني حقيقي يا فندم، انا حقيقي ما عنديش فكره عن الموضوع ده، لكن عموما ده تقليد سياسي يعني، ده شيء عادي جدا، لان حضرتك مداخيل التاشيرات دي هي دخل بيخش الدوله، بيخش وزاره الماليه في الدول يعني. فاحنا يعني احنا كقسم قنصلي في السفارات كقنصليات ايوه يا فندم ما نقدرش ندي تاشيرات مجامله، لان دي احنا كده بنجامل على حساب الدوله كده. بالظبط. بس هم الاخوه في المغرب يا فندم ادوها يا فندم، يعني المغرب الفاسي اعفى نادي الزمالك من تكاليف هذه التاشيرات. المغرب الفاسي اعفى نادي الزمالك، اعفى نادي الزمالك يعني اعفاه من تكاليف التاشيرات. المغرب الفاسي حضرتك ده نادي. ايوه يا فندم انا عارف. يعفي او لا يعفي دي الدوله يا فندم. ما هو ممكن يكون هو من خلال الدوله هناك. يعني عموما ما جالش لحضرتك اي خبر بخصوص هذا الموضوع. انا ما جاليش اي مشكله ولا اتصور ان في مشكله في هذا الموضوع يعني، ولو كان حاجه زي كده بالتاكيد تحلها يعني. اكيد يا فندم انا عارف كده. طب مشكله الاقامه يمكن اشيع او قيل في بعض الصحف هنا نادي الزمالك يعني الاقامه هناك في فندق 4 نجوم، ويريد نادي الزمالك ان هو يعني يحجز فندق 5 نجوم برضه. ما جاش لحضرتك اي خبر بهذا الموضوع؟ لا يا فندم، لا. حضرتك الفنادق موجوده في فاس النهارده كالتالي يعني: في 2 5 نجوم، ايوه، وفي 2 4 نجوم. الاثنين ال5 نجوم واحد منهم مقفول والثاني بعيد يعني في وسط المدينه، صعب يعني صعب الوصول اليه، وبعدين غالي جدا يعني. يعني اذا 4 نجوم ال4 نجوم قريبين من الملعب يعني يا فندم. ال4 نجوم دول هيبقوا قريبين من الملعب وفي نفس الوقت في محيط الفاس يعني. بالظبط في المدينه الحديثه بتاع الثاني في وسط المدينه يعني زي المدينه القديمه يعني، ما يعني مش عملي يعني. فهو والاثنين قصاد بعض، فواحد يعني يعدي شارع والثاني قصاده الناحيه الثانيه. اخر حاجه سيبناها ان احنا عايزين يعني، كان يعني اوصينا بواحد منهم. ايوه، وكان محاولات شغاله مع النادي ان هم يقعدوا فيه اللي هو اسمه ميراج بيكا. ايوه فندم. ايوه. الاوتيل الثاني برضو 4 نجوم، لكن يمكن اقل شويه، حاجه بسيطه يعني، لكن اوتيل ده اللي بينزل فيه الفرق يعني، ده اللي بتنزل فيه الفرق الرياضيه اللي بتزور، اللي بتلعب في فاس كلها. هل في حد لا ده يعني، هل في حد من نادي الزمالك جه شاف الفندق يا فندم ولا ما جاش حد من نادي الزمالك؟ لا، نادي الزمالك ما حدش يعني، لكن احنا هو عن طريق حضرتك يعني، هو عن طريق السفاره يعني، كلامك كان عن طريق السفاره يعني. انا بعت مندوب من السفاره بص عليه وقال لي اوتيل معقول يعني، اوتيل معقول، ما هوش يعني 5 نجوم، لكن اوتيل معقول كويس. لكن احنا بنحاول مع الاوتيل الثاني لسه احنا بنحاول مع الاوتيل الثاني. ان شاء الله اتمنى يعني من هنا لبكره نحل هذه المشكله ان شاء الله يا فندم. معالي السفير ابو بكر حفني سفير مصر في دوله المغرب، بنشكر المملكه المغربيه، بنشكر حضرتك.